السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عاملين اكله ايه؟ محشي او انواع المحشي. اول حاجه حطينا ميه على النار تغلي وحطينا فيها ملح وشويه كمون. دي اللي هنسلق فيها الكرنب. انا بقطع الكرنبايه من النص كده، بقورها وبحطها على طول تتسلق، وبفرغها بقى ايه، ورقه ورقه كده وهي بتتسلق زي ما انتوا شايفين. بحطها في مصفى عشان تصفي من الميه. وبعدين هنعمل بقى التقلية بتاعت المحشي. نحط الزيت في الطاسة، وهنحط البصل مقطعينه حتت صغيرة، ونحط له شوية ملح وفلفل اسود، وهنقلب فيه لحد ما البصلة تصفر حلو، تبقى لونها مصفرة حلوة. وهقطع لها كام قرن فلفل بارد على حامي، عشان هو اللي بيخلي المحشي ليه طعم حلو. هنا بقى لما بنعمل ورق العنب، علشان لما بنيجي نسلقه ما يتوهش مننا في المية كده ويتكعبل كده ومش عارفين نعملوه، انا بعمل له خيط كده بربطه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هو الصورة شرحة نفسها يعني. بربطها كده كويس، وبخليها يعني مرخية شوية، مش بخليها جامدة قوي. لما باجي اسلقه بقى بيبقى زي ما هو، حتى لما بغسله ما بيتبهدلش بقى ويتكعبل، لا بيفضل زي ما هو كده. بصوا وانا بسلقه اهو، انا عاملاهم على 3 ربط يعتبر يعني. ورق العنب طبعا ما بياخدش وقت، يدوبك لونه بيغير وبنشيله على طول من المية. هنا طبعا البصلة كانت خلاص اصفرت حلو. هطلع بس ورق العنب الاول، وبعد كده هنروح للبصلة تاني. هنحط لها صلصة. هي كده بقول لكم بقت حلوة يعني، خلاص هحط لها الصلصة دي، انا مخزناها عندي. وبرضو بعصر لها طماطم، يعني انا بحب المحشي اوي احط له الاتنين، طماطم معصورة مع الصلصة. طبعا انا على فكرة انا غيرت الطاسة لان لقيتها صغيرة على الكمية، فنقلت الصلصة بتاعتي في حلة. هنا بقى انا عملت للفراخ مية تغلي، حطيت فيها عصير طماطم، حطيت فيها بصل، ورق لوري، شوية ملح فلفل اسود، شوية بهارات فراخ وروزماري وحبهان. وهسيبها بقى ايه تتسلق مع نفسها كده. هنا كنا غسلنا الرز خلاص والتسبيكة خلصت. حطيت الرز وحطيت عليه التسبيكة، وادي الخضرة كزبرة وبقدونس وشبت، قطعتهم وهقلبهم بقى مع الرز والصلصة كويس. وانا شلت جزء من الصلصة، هقول لكم في الاخر هعمل بيه ايه. يعني اللي انا حطيته مع الرز ده مش الصلصة كلها اللي احنا سبكناها، انا شلت شوية في طبق على جنب، وهتشوفوه دلوقتي وهقول لكم في الاخر انا هعمل بيه ايه. قلب التسبيكة طبعا كويس. في مقطع لما كنت بحط البهارات للمحشي للأسف اتقطع، فهو انا بحط للمحشي ملح وفلفل اسود كمون كزبرة ناشفة شوية شطة فقط لا غير، ما بحطوش اي حاجة تانية. بصوا الصلصة اللي انا قلت لكم عليها اللي انا شلتها في الطبق دي. طبعا الكرنب انا قطعته، ورق العنب اهو اللي بقى، وانا بلف لكم في ورق العنب في الكرنب. هنا وانا بلف في ورق العنب بحب اعمل ارضيه لورق العنب، بحط له بصل وطماطم وفلفل وشويه زيت وملح وفلفل اسود. والكرنب بحط له ورق من الكرنب عادي، العظم بتاع الكرنب اللي احنا بنقطعه بحطه برضو في ارضيه الحله، وبحشي الكرنب عليه. هنا الكوسه والفلفل،
كنت نفسي اعمل بتنجان بس للاسف ما لقيتهوش، فاستكفينا بالكوسه والفلفل والكرنب وورق العنب. الكوسه انا كمان بحب اخططها من بره كده بالمقوره، وبعد كده بقورها عادي. هنا الكرنب بعد ما اتلف، والورق العنب. الصلصه دي اللي انا شيلتها قلت لكم في الاول، خدت منها جزء حطيت لها ملح وفلفل اسود وحطيت لها سمنه، وهزودها من شوربه الفراخ، وهزودها برضو شويه ميه مغليين. هزقي بيها بقى ورق العنب. ورق العنب انا بحب اقطع كده عليه شرايح ليمون من فوق، وهنا الكوسه والفلفل، وهنا الكرنب. ولازم تهزي الحله كويس كده وانتي بتسقي المحشي بتاعك، عشان تتاكدي بس ان الميه الحاجه كلها خدت من الشوربه اللي انتي عاملاها. بقيت الصلصه بقى طلعت الفراخ وخففت الصلصه بشويه شوربه حاجه بسيطه، وبحط الفراخ كده، بفضل بقى ايه اتبلها كده في الصلصه حلو. دي بتبقى طعمها حلو قوي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. هرش عليها شويه ملح وفلفل اسود من فوق، وادخلها الفرن. هنا بقى عملت شويه ملوخيه، فدي الشوربه. هحط لها مرقه دجاج للي بيحبها، وهحط زي نص معلقه توم. التوم ده برضو متفرز، ورشه ملح بسيطه، وهسيبها تغلي. اول ما الشوربه بتغلي معانا بكون جاهزه بالملوخيه. الملوخيه دي ملوخيه ناشفه، مش ملوخيه خضره، ملوخيه ناشفه بتجيلنا من الصعيد. بصوا شكلها ليها طعم مختلف عن الملوخيه الخضراء، بس بتبقى جميله يعني. انا ملهاش كميه للاسف عشان اقدر اقول لكم كميتها قد ايه، فانتي بتحطي بالحبه وبتقلبي، وعلى حسب القوام بتاعك اللي انتي عارفاه. عادي زيها زي الملوخيه الخضراء بالظبط، بنحط بالحبه ونقلب. هي كده تمام. بشيلها من على النار طبعا، وبحط لها رشه شطه بسيطه، بس هي ما تصورش الحته دي يعني. وهنا بحط بقى السمنه، بحط لها معلقه سمنه حلوه كده، ومعلقه توم برضو كويسه. دي طشه الملوخيه. رشه فلفل اسود بسيطه للتومه، ونقلب فيها بقى. بنفضل نقلب فيها. اول ما تبدأ تصفر هنزل عليها بنص معلقة كزبرة ناشفة، واقلبها، وهنطش الملوخية بيها. بس كده تمام قوي. شوية ملوخية حكاية. هنا بقى وانا بغرف لكم بقى، ده المحشي، وادي ورق العنب. بصوا مفيش حاجة متفلتة كده، ولا صباع مفلوت، ولا بقى الكلام ده. وهنا بقى الكوسة والفلفل طالعين. بصوا حاجة كده ايه، يا جماله يا جماله زي ما بيقولوا. وادي الفلفل برضو طلع القرن حلو اهو، والرز مستوي كويس جدا. رصة مطاعم دي يا جماعة. وادي بقى الفراخ كده. جربوا الفراخ بالصلصة دي، او حتى لو صلصة مكرونة كمان. يعني لو عملنا مكرونة جربيها بالصلصة دي تبقى حكاية. الفراخ
دي الملوخية. بصوا بوريكم العرق بتاعها، وبصوا شكلها عامل ازاي، وبألف هنا وشفا وعافية عليكم يا رب.